وأكرر اليوم بأن جيلي طاب بجنانه. أتوجه من خلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عاش من عرف قدره. والله يا جماعة الخير لا رقصت بزاف في الراس ورجلين ما قدوها. شكرا على هذه الثقة وشكرا هذا الحماس. بودي أن أخاطب شباب الجزائر من خلال شباب سطيف المجيدة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر كما تتربص بغيرها من البلدان العربية والإسلامية. فالشعب الجزائري الذي ضحى بالنفس والنفيس من أجل الاستقلال، وضحى كذلك في حرب أهلية كانت تكاد تأخذ جذورها، لا بد أن يبرهن مرة أخرى على أنه على كل شيء قدير بعد الله تبارك وتعالى. من الآن وصاعدا أرجو من الشباب أن يعملوا أكثر فأكثر من خلال الجمعيات والأحزاب، من خلال المنظمات الوطنية، أن يتشجعوا وينظموا أنفسهم لاستقبال ما يأتيهم من مسؤوليات في العهدات المقدمة. فجيلي طاب جنانه طاب جنانه طاب جنانه. 50 سنة من بعد نعمل كل أكاليل الزهر والورود للشهداء والمجاهدين، لكن نقول بأن دورهم انتهى بالنسبة لتسيير البلاد. هذا لا يعني أن نحقروهم يا جماعة. لا بد أن نكون بررة بآبائنا وأجدادنا، لا بد أن نكون فخورين، لا بد أن نعطيهم حقهم بما أبلوا من بلاء حسن ضد الاستعمار وضد المتطرفين الذين أرادوا أن يذهبوا بالجمهورية الجزائرية. لا بد أن نعيد لكل ذي حق حقه، نعمل من أجل مصالحة وطنية أعمق مما هي عليه. أقول أعمق مما هي عليه. ولكن لا نتحاور بالعنف ولا نتحاور مع أصحاب العنف، نتحاور مع الذين يتحاورون معنا بوطنية وبإيمان بالجزائر والمصداقية تثبت ما حصلت عليه الجزائر بعد جهود متتالية منذ 1832. أرى من الشباب من لا يعرف 1832